اهلا بحضراتكم. كفايه طيبه خايبه، انت بتتعامل مع لغم مش مع انسان. يا مساء الفل. النهارده مش جايين نطبطب ولا ندي اعذار، النهارده جايين نفوق. هنتكلم عن الشخص التوكسيك، الشخص السام، بس مش بوشه اللي بيضحك عليك بيه في الاول، لا، بوشه الحقيقي اللي بيهدك واحده واحده وانت ما بتحسش. هو مش بيخبط على حياتك بعنف، هو بيدخل بهدوء كأنه ضيف خفيف، بعدها بيتحول لصاحب بيت. هنا نتوقف قليلا. الشخص السام في العلاقات مش دايما بيبان وحش، بالعكس في الأول بيكون لطيف، قريب، فهمك، بيهتم بيك، لكن مع الوقت بيبدأ يغير قواعد اللعبة. خلينا نبدأ بأخطر حاجة، الابتزاز العاطفي. الشخص ده فنان، حرفيا فنان. تلاقيك داخل تكلمه عن حاجة ضايقتك منه، تخرج من الحوار وانت اللي بتعتذر له. ازاي؟ هو بيقلب الترابيزة عليك، يخليك تحس انك اناني وقاسي وجاحد ومش مقدر، بس عشان قلت له لا او عشان فكرت في نفسك لأول مرة. هو مش عايزك شريك، هو عايزك ريموت كنترول، يضغط زر مشاعرك وقت ما يحب. عارف غسيل المخ العاطفي دي مرحلة أخطر. تواجهه بحاجة عملها فيك يقوم يقولك انت بتبالغ، انت فاهم غلط، ده ما حصلش اصلا، انت اصلك حساس زيادة. ومع التكرار تبدأ تشك في نفسك، هو انت فعلا بتبالغ؟ هو انت فعلا اللي بتتوهم؟ هو انت فعلا المشكلة؟ وهنا بيبقى الخطر الحقيقي، لما تبقى مش واثق في نفسك. هنا نتوقف قليلا. في علم النفس النوع ده من التلاعب اسمه جاز لايتنج، هو من أخطر أشكال العنف النفسي، لأنه بيكسر ثقتك في إدراكك أنت عند وهم التغيير. أكبر فخ بنقع فيه هو هيتغير عشان بحبه، هو بس متعصب شوية، هو ظروفه صعبة. خليني أقولك الحقيقة بوضوح، أنت مش مركز إصلاح نفسي، انت مش مسؤول تصلح حد مش عايز يتصلح. اللي بيأذيك وهو عارف مش محتاج حب اكتر، هو محتاج حدود. في علم النفس السلوكي الانسان ما بيتغيرش بالكلام، بيتغير لو هو نفسه شايف مشكلة وعايز يحلها، غير كده انت بتتعب وهو بيكمل. نتكلم على الاستنزاف. العلاقة السامة دايما ماشية في دايرة، يجرحك، تهدى، يسوء اكتر، تعاتب، يلفها عليك، تعتذر، تتعب اكتر. في الاخر انت اللي مرهق وهو اللي دايما مظلوم. العلاقات دي مش سوء تفاهم، ده نظام استنزاف. اخطر وهم انا هغيره. في ناس بتدخل علاقات وهي فاكره انها هتعالج، هتنقذ، هتصلح، لكن الحقيقه الشخص اللي بيكسر نادرا ما بيبقى عايز يصلح، هو مستفيد من كده. الحل الحقيقي مش معركه طويله، يا اما قطع كامل للعلاقه دي لو تقدر، اقطع العلاقه من جذورها، مشاعر، ذكريات، محاولات، كل ده مش سبب تخلي حد يكسرك. يا اما يبقى في حدود لو مضطر تتعامل معاه، شغل او قرابة يبقى لازم فيه ردود قصيرة، بدون شرح كتير، بدون انفعال، بدون فتح ابواب للنقاش العاطفي. خليك محايد مش متاح. يا اما ما تديش رد فعل. اكبر سلاح عند الشخص السام هو رد فعلك. لما تفقد رد فعلك هو هيفقد السيطرة. في النهاية مش كل اللي اسمه عشرة يستحق انك تستمر معاه. في فرق كبير بين حد بيغلط ويعتذر وحد بيغلط وبيكسر ويبرر ويعيد. اللي بيحبك بجد بيرفعك مش يطفيك، اللي بيريحك مش اللي بيرهقك، واللي يخليك تشك في نفسك مش مكانك. نظف حياتك، ما تحاولش تبرر للي بيأذيك. ولو لسه مصمم على الأشخاص اللي بالشكل ده يبقى سلام، لكن المرة دي سلام على كرامتك قبل أي حاجة تانية. هنا نتوقف قليلا. أشكركم وإلى لقاء آخر في حلقات أخرى قادمة.